النهارده موضوعنا عن الست المصرية وكيفية التعامل معاها في البيت. لأن دايما الستات المصرية دول بيكون ليهم كل واحدة ليها مود كده بيتغير كل 5 دقايق. واحنا يا اخويا مش طايقين احنا الكلام دوت، احنا مش فايقين اصل ليه والله. فانت يا اخويا هقول لك على شوية ملاحظ كده صغيرة، يعني لو قدرنا نعملهم عشان نعدي ايامنا زي ما انتوا فاهمين. يعني ما تجيش يا اخويا تبقى انت قاعد معاها مثلا وبتحكي معاك في موضوع ومندمجه هي، لان هي جواها طاقه يا اخويا دلوقتي عايزه تطلعها في الكلام. فاهم انت؟ هم رغايين شويه، انا معاك، بس يا اخويا دلوقتي اقعد واسمع. هي عايزه حد كده قاعد قدامها وتفضل تبخ في كلام وهو قاعد مندمج معاها. فانت يا اخويا مش قادر على الكلام اللي بتقوله، هز دماغك كده اسمع مني. هز دماغك وقول لها ماشي حاضر معقولة؟ ايوه والله كده. جت في وسط الكلام وهي بتحكي بتقول لك انا حصل معايا الموقف الفلاني وحاسه ان انا مش غلطانه. ما انت عرفت انا ما بغلطش خالص. اياك تسكت في الحاله دي بالذات، لازم ترد عليها وتاكد كلامها كويس. تاكد كلامها ان فعلا هي عمرها ما تغلط. ده انت ما بتغلطيش، انت مين اللي قال ان انت غلطانه؟ ده انت بتعملي كل حاجه صح. لازم تبقى واقف معاها في الحته دي بالذات. ما اوعى تحسسها فيهم ان هي بتغلط. هي ما بتغلطش خالص، دايما تغلط اللي قدامها. انت فاهمني؟ حتى لو اللي قدامها مش غلط، لا ازاي ده انت صح. انت مين اللي يستجرى يقول لك ان انت غلطان؟ فاهم انت ازاي؟ تبدا ان هي تنشكح من كتر الفرح، تبدا الدنيا تهدى معاك. طب افتراضا امك دعت عليك في يوم من الايام وهي قالت لك تعالى ننزل نجيب لبس عشان انا عايزه اشتري لبس. طب هتقول لها لا انزل معايا يا اخويا، انزل معايا، دي مراتك، انزل معايا عادي، ايه المشكله يعني؟ بس في شويه حاجات اقول لك عليها. ما انت ما تدخلش يا اخويا عند محل ملابس وتلبس اللبس وتعمل نفسك انت ابو العريف لا ده وحش، لا ده مش عاجبني، لا ده مش حلو. اوعى تقول الكلام ده، عارف مش هتروح اليوم ده، هتلففك حوالين داير الدنيا كلها ومش هتشتري حاجه. هي كده مش مقتنعه باللبس اللي هتجيبه، يعني حتى بعد ما بتشتري اللبس ومش مقتنعه بيه. انت يا اخويا اي حاجه تقيسها قدامك قول لها حلوه مسكره جميله، هما ال3 كلمات دول، حلوه مسكره جميله، بس هتلاقيها هي هديت والكلام ده كله وخدت اللبس ومشينا وروحنا. حاجه يا اخويا برضو لازم تكون واخد بالك منها وانت قاعد في البيت. افرض يا اخويا دلوقتي جابت هي طقم جديد ولبسته قدامك وانت سعادتك عامل نفسك مش واخد بالك، او فعلا مش واخد لبالك، انت مش في دماغك. عارف ده بعد عنك بيبقى يوم ازرق وعليه شويه صماد مسود. ليه؟ ما هي انت مش مهتم يا اخويا. لا شفتها لابسه حاجه، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ قلم روش حطت لون غير اللون وانت ما خدتش بالك، تبقى ليلتك سودة. ازاي؟ طب يا اخويا رفعت شويه وانت ما خدتش لبالك طب تخنت شويه ما خدتش لبالك وجعه سودة. حطت البتاع اللي في السنه ده، في بتاع بيلمع كده حطيه في السنه وانت ما خدتش بالك ان هي حطاه، يبقى انت دماغك مع حد تاني. لا تخلي بالك من الحاجات دي فوق ما تتخيل. اي تغيرات مناخيه هي بتعملها في البيت تخلي بالك منها. حاول لو ربنا اراد في يوم من الايام وطبخت هي، اوعى تعيب على الاكل بتاعها. هي كده ما بتطبخش غير مكرونه وبانيه او بانيه ومكرونه عادي يعني. يا اخويا طبخت مره رز ولحمه وبتاع والكلام ده كله ولقيته انت عادم بعد عنك ومسخ، حلو، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه اللي انت بتعمليها ده؟ انا ما اكلتش الاكل ده من ايام زمان، ده انا اتجوزت عشان ادوق الاكل بتاعك. فاهم انت؟ يعني حاول بقدر الامكان ان انت تحلي منها حتى لو عملت الاكل وحش. طب زعلت يا اخويا معاها في يوم انت وعايز تصالحها وضربت بوزها شبرين هي، ما تروحش انت بقى تتفزلك فيها وتقول لها روح اشتري لها سندوتش نيفه من عند عبده. مش هتاكله هي النيفه، هي مش عايزه نيفه. دي يا حبيبي تجيب لها شوكولاته كابوري، تجيب لها جاتوه، تجيب لها تورته بسبوسه كنافه بالسمن البلدي بالقشطه. هي دي اللي ممكن تقدر تصالحها بيها. دي كانت اول صفحه معانا النهارده في كتالوج المرأة المصرية في كيفية التعامل معها.